ده تانجيرو البطل بتاعنا والشاب الفقير اللي بيتميز بحاسة شم رهيبة، واللي في أول حلقة عيلته كلها بتتقتل على إيد شيطان، لكن أخته نيزوكو ما تموتش معاهم لكنها تتحول إلى شيطان. بتبدأ الحلقة الأولى بأن تانجيرو البطل بتاعنا كان في الغابة ويرجع بيته، وإذ فجأة يلاقي كل عيلته مدبوحة ومرمية على الأرض. يلاقي أخته نيزوكي لسه فيها الروح، فيقوم واخدها على ظهره ويجري بيها على أقرب دكتور، لكن هو بيجري بيها تقوم هي متحولة إلى الشيطان. وما تسألنيش ليه هم راسمين الشيطان على إنه مصاص دماء، هو المخرج عايز كده. المهم بيحاول تانجيرو إنه يتفاهم معاها وهي شيطانة، لكن في شخص بيسمى قاتل الشياطين بيظهر ويقرر يقتل نيزوكو، لكن أخوها بيدافع عنها لحد آخر لحظة، وبيحاول يشرح للقاتل ده إنه أخته لسه واعية وبتفهم، والتاني راسه ألف سيف إنه يقتلها. بدأ القتال بينهم، لكن تانجيرو لسه ضعيف فانضرب وأغمى عليه، لكن نيزوكي تجري على أخوها علشان هي حاسة بيه، وبعديها تهجم تاني على قاتل الشياطين ده، بس هو ما يقتلهاش ويفقدها وعيها فقط. يفوق الاتنين ويكتشفوا إنهم ما ماتوش، ويسيبهم قاتل الشياطين ويختفي. يرجعوا بيتهم ويدفنوا عيلتهم، ويقرر البطل إنه لازم ينتقم لعيلته من الشياطين دي. ياخد أخته ويحطها في سلة ويشيلها على ظهره ويروحوا المعبد بتاعهم، وإذ فجأة تانجيرو يشم ريحة دم ويجري على المعبد من جوه، ويكتشف إن في شيطان جوه قاتل كل اللي كانوا في المكان. الشيطان أول ما بيشوفه بينط على بطلنا ويزنقه، لكن نيزوكي تنقذه من الشيطان بشلوت واحد بس تطير بيه راس الشيطان. لكن حتى بعد قطع راس الشيطان اللي طلعت ليها ايدين لسه بتتكلم والجسم ما ماتش، وبدأ يضرب في نيزوكي والراس بتضرب في تانجيرو. والله قمة العبث، لكنهم يقدروا على قتل الجسم ولسه هيقتلوا الراس. تظهر الشمس وتقوم هي بالواجب. بيظهر واحد لابس قناع بمناخير غريبة كده وبيبدأ يدرب تانجيرو، ويتضح ان الراجل ده زعيم لفرقة قتلة الشياطين. بيسيبوا نيزوكي في البيت نايمة ويبدأوا يطلعوا جبل هما الاتنين كنوع من التدريب، لكن في نص الطريق بيسيبه ويختفي. يبدأ تانجيرو في الرجوع، لكن بيقع في فخاخ كتير وبيتم نفخ تانجيرو بنجاح يا صديقي، لكن بيصر على الرجوع واجتياز الفخاخ، وبالفعل يبدأ يعدي ويوصل البيت بعد ما اتنفخ. وبكده ينجح في أول تدريب ليكون قاتل شياطين سياف. المعلم ده اتضح انه مش صاحب البيت، لكنه كان بيمتحن تانجيرو وعلشان بيمهده للشخص التاني انه يدربه. قعد يتمرن مع المعلم ده لمدة سنة كاملة، وتدرب معاه على تقنيات السيف، وانه ينزل من الجبل بسرعة، وانه يتنفس هواء اقل، وانه يكون اخف. لكن اخته كل المدة دي كانت فاقدة للوعي لمدة سنة يا صديقي. المعلم ده اسمه اوروكوداكي سان، ده المعلم الاول اللي بيعلم تانجيرو لحد الاختبارات، واداله امتحان اخير انه لازم يقطع الحبل بتاع الطوبة الكبيرة دي، وسابه. بعد كده فضل تانجيرو يتدرب اكتر واكتر لوحده، وبيحاول كل مرة انه يقطع الحبل، لكن بيظهر واحد لابس قناع لثعلب بيبدأ يقتله. كان الثعلب ده سريع جدا، وبيضرب الثعلب ده ضربة تفقد تانجيرو وعيه. بيفوق تانجيرو ويلاقي واحدة واقفة مستنياه، اسم البنت دي ماكومو واسم الثعلب سابيتو. وبدأت ماكومو بتدريب تانجيرو اكتر واكتر، وانه يعرف نفسه اكتر واكتر. فات على التدريب ده 6 شهور مع ماكومو، وطلب مبارزة الثعلب مرة تانية، وفي اللحظة دي فاز تانجيرو وقطع قناع الثعلب. لكن الغريب هنا يا صديقي ان الثعلب والبنت اختفوا، وتانجيرو اكتشف انه كسر الحجر وقطع الحبل بتاعه. ظهر له معلمه الأول ويقرر إنه يبعته للاختبارات النهائية قبل جعله سياف ضد الشياطين. ده قناع الوقاية. المعلم ألقى القناع ده تعويذة لحماية تانجيرو من الأذى. يوصل تانجيرو للمكان اللي فيه الاختبارات ويكتشف إنه مش لوحده اللي هيدخل الاختبارات دي. شروط الاختبارات سهلة وبسيطة يا صديقي، ببساطة جدا إنك تنجو لمدة 7 أيام في المكان ده فقط. ويبدأ تانجيرو في اليوم الأول، يهجم عليه شيطان في الليل ويهجم عليه واحد كمان، ويبدأوا يقتلوا تانجيرو، لكنه يقتل الاثنين
بضربة سيف واحدة. لكن بعديها لقى شيطان كبير جدا، واتضح ان الشيطان ده هو اللي قتل ماكومو وسابيتو، وان ساعة الحجر الكبير دول لما قابلوا تانجيرو ما كانش ده الا ارواحهم اللي بيتكلموا. استشاط غضبا تانجيرو وهجم على الشيطان ده، لكنه اخذ في بطنه والقناع بتاعه اتكسر، لكنه بيقوم تاني وبيبدا الهجوم على الشيطان. يتفادى تانجيرو ضربات الشيطان، وبعد عدة هجمات من تانجيرو بيركز على الراس، وبالفعل يا صديقي يقدر على قطع رأس الشيطان. تعدي 7 أيام وما يفضلش من كل الأطفال دول إلا 4، وتانجيرو واحد منهم. اتخرج ال4 دول بأقل رتبة في السيافين اللي هم 10 رتب. ياخد الزي الرسمي منهم ويرجع تانجيرو لأخته، ويكتشف يا صديقي إن أخته فاقت من الغيبوبة اللي هي فيها. بعد 15 يوم وصل له الدليفري بتاع السيف. بعد ما استلم السيف بتاعه اللي بيتغير لونه بسبب الحجر اللي هو اختاره، جات له مهمة في الشمال بإن في بنات بتختفي هناك ولازم يتجه لهناك ويقتل الشيطان اللي هناك، ودي مهمته الأولى كقاتل شياطين. أخد أخته في صندوق عمله لها معلمه واتجه للمكان. وصل تانجيرو للمكان وبدأ يستخدم أنفه لمعرفة أماكن الشياطين. ولا كلب البلد يا صديقي، ما هذا العبث؟ المهم لحد ما وصل للشيطان واللي اتضح إنهم 3 مش 1، وبدأ القتال بينهم. وفي نفس القتال بتطلع اخته من الصندوق وبتساعد اخوها في القتال. تانجيرو بيخلي نيزوكو تحمي الناس اللي معاها، وهو بينزل للشياطين اللي تحت، ويقدر تانجيرو على قتل شيطانين تحت الارض، وطلع قتل التالت. بينجز تانجيرو مهمته بكفاءة عالية جدا، وجات له مهمة جديدة بانه يروح اساكوسا في طوكيو. يوصل تانجيرو المدينة الجديدة وبينبهر باضواء المدينة يا صديقي لحد ما بيجي الليل وبيبدا ياكل، وهنا يشم ريحة دم ويقابل كيبوتسوكي موزان اللي المعلم بتاعه قال له عليه ان الشيطان ده هو اللي مع سر ارجاع نيزوكو الى انسانه مره تانية. لكنه يكتشف ان الشيطان ده متخفي كانه انسان ومتجوز كمان وعنده بنت. لكن الشيطان ده علشان يشتت انتباه تانجيرو حول واحد من المره الى شيطان. قالها كيبوتسوكي تانجيرو ومشي وسابه مع الشياطين اللي هو لسه محولهم. في الوقت ده بيظهر شيطانه طبيبه بتساعد تانجيرو. الطبيبه دي اسمها تامايو. راح لها تانجيرو واخته للطبيبه دي وبدا يفهم اكتر في حوار الشياطين ده، وسألها هل هي تقدر على ارجاع اخته لانسانه من جديد. لكن بيهجم عليهم 2 من اتباع كيبوتسوكي، واتضح ان ال2 دول شياطين من الشياطين الاقمار ال12، ودول بيكونوا اتباع مباشرين لكيبوتسوكي. بدات الشيطانه اللي بتلعب بالكور تطلع دراعات غريبه كده، وبقى عندها 6 اذرع، وبقى معاها 6 كور بدل 2. واتضح ان الكرات دي بتمشي على اسهم مش بيشوفها اي حد، لكن بعد المساعده بدا يشوفها تانجيرو. واخته الناحيه الثانيه كانت بتضرب الشيطان الثاني، لكنهم بدلوا مع بعض، وتانجيرو راح لشيطان العيون واخته راحت على بتاعه الكور. لكن للاسف يا صديقي كالعاده تانجيرو يتلعب بيه زي الكوره، علشان للاسف القوه دي اول مره يقابلها في حياته، لكنه بيعدل تقنياته وبيجمع كل قوه وبيوصل بالفعل للشيطان الاسهم وبيقطع راسه. لكن الشيطان ده مش سهل نهائيا، فيقوم هو راسه مقطوع على الارض بيعمل اخر ضربه ليه، لكن الاسهم كلها بتختفي في الاخر مع موت الشيطان. على الناحيه الثانيه يا صديقي كان ال3 دول بيقتلوا شيطانه الكور، وبقت نيزوكي تشوت الكور زي شيطانه الكور بالضبط، ولا كاننا في ماتش كوره. بعد ماتش الكوره اللي شفناه ده الطبيبه تدخلت وطلعت تعويذه على الشيطانه دي وموتتها في الحال. الطبيبه عرفت في الاخر بعد ما قتلتها انها مش شيطانه من ال12 القمريين. وبعد كل ده يجيله خبر جديد بمهمه جديده والاتجاه للجنوب الشرقي. في الوقت ده بيقابل واحد من قاتلين الشياطين اللي اتخرجوا معاه، ده اجاتسوما زيناتسو، واللي كان متخرج مع تانجيرو وقوته مركزه في سمعه الحاد، لكنه خوف جدا وعاوز يتجوز وبس، ويحب الحريم زياني. واشترك في فريق السيافين علشان الديون اللي كانت عليه، وده هنسميه سياف الكهرباء. وصل ال2 لمكان المهمه الجديده ودخلوا البيت هناك، وبيظهر واحد في البيت ده كان لابس راس خنزير. ينفصل ال2 دول تانجيرو وزيناتسو، وكل واحد منهم معاه فرد من الأسرى. وهنا زيناتسو يتحول شخصيته لواحد تاني نهائيا، من العيوطة الجبان لواحد قلبه ميت نهائيا يا صديقي، ويبدأ يهجم على الشيطان اللي ظهر لهم، وبتقنية واحدة فقط يقوم مطير راس الشيطان. وأول ما يقتله يرجع لشخصية التاني الضعيفة دي. والناحية التانية السياف اللي لابس راس خنزير قابل شيطان تاني
النهائي، وهوب ينط عليه بالسيوف بتاعته ويقطع له في الاول ايديه الاثنين، وبعدها راس الشيطان، واتضح ان فيه 3 شياطين في البيت. وهنا يبدا تانجيرو يقاتل الشيطان الاقوى في ال3. تانجيرو للاسف مش بكامل قوته دلوقتي، لكنه بيفتكر تعاليم معلمه والسنين اللي قضاها وهو بيتمرن على قوه المياه، لكن الوحش بيفضل يبدل اتجاهات الاوض وتانجيرو يقع ومش عارف يتوازن. لكن فضل تانجيرو يدرس خطوات الشيطان اكتر واكتر لحد ما بدا يتوقع سير ضربات الشيطان، لحد ما تمكن من الاقتراب من الشيطان وقطع راسه. وبنكتشف في الاخر ان الشخص اللي براس خنزير ده هو الخامس اللي اتخرج مع تانجيرو واصبح صياف. ده هاشيبيرا إنوسكي، الفرد الخامس من المتخرجين مع تانجيرو، وعنده قوة الخنزير البري ومعاه سيفين مش واحد، وما بيحبش حد يعلي عليه، وبالذات تانجيرو عرباجي وتحسه جاي من ورا ديل الجاموسة، وده هنسميه سياف الخنزير. نزل ال3 من على الجبل وراحوا حاجة زي فندق يستريحوا فيه شوية علشان كلهم مصابين، ياكلوا ويناموا ويصحوا مرة تانية. تاني يوم جالهم الغراب بمهمة جديدة وانهم يروحوا الشمال الشرقي. اتضح ان الشيطان اللي في الجبل ده بيتحكم في المقاتلين بالخيط بتاع العناكب، واتضح ان في الغابة دي في 5 وحوش بيقدروا يتحكموا في العناكب. وفي النص كده وهم رايحين للشيطان الكبير ده بيقابلوا وحش بيتم التحكم فيه عن طريق الخيوط وهو بدون راس، لكن بيتعاونوا مع بعضهم بيقدروا يقتلوه بكل سهولة ويكملوا طريقهم للكبير قوي. بيقابلوا اول شيطان من ال5 وهي الام، لكنها بتقول له هي بتموت ان في واحد من شياطين الاقمار ال12 موجود على الجبل ده وبتموت. على الناحية التانية بقى زيناتسو كان لوحده على الجبل وقابل واحد من عائلة الشياطين العنكبوتية دي وعضه عنكبوت، وهنا بدأ السم ينتشر في جسم زيناتسو، لكنه هنا بيغمى عليه وبيتحول لشخصيته التانية القوية، وبدأ يهجم على العنكبوت اللي عضه وعمل الفينش بتاعه على الشيطان ده وقطع راسه بكل قوة وتفاني. لكن السم هنا بيكمل شغله في جسمه وبينكسر سيفه.